أهلا بيكم في قناة فهمناها لك. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والشير عشان الكل يستفاد. أهلا بيكم في المحاضرة الرابعة في الإنجليزي. النهاردة بقى هنتكلم عن فكرة عبقرية جدا، وهي الأبسايكلينج، أو اللي بنسميها إعادة التدوير الإبداعي. يعني إزاي نحول الحاجات اللي بنرميها لكنوز ليها قيمة أكبر من الأول. طيب خطتنا إيه النهاردة؟ بصوا، الأول هنعرف يعني إيه upcycling بالظبط. بعدين هنشوف إزاي نغير نظرتنا للحاجات القديمة دي، وهنتعلم شوية كلام إنجليزي يوصف الاختراعات دي صح. وفي الآخر هنشوف أمثلة حقيقية ونختم بسؤال هيخلينا كلنا نفكر. طيب خلينا نبدأ بأهم حاجة، عشان في نقطة كده ممكن تكون بتلخبط ناس كتير. دايما بنسمع كلمة ريسايكلينج، إعادة تدوير. طب إيه بقى الأبسايكلينج ده؟ لا، ده حاجة تانية خالص، فيها فن كده وإبداع أكتر في التعامل مع الحاجات اللي بنرميها. هنا بقى الفرق الجوهري. بصوا، الريسايكلينج العادي ممكن يسيح إزازة بلاستيك عشان يعمل منها حاجة تانية، لكن الأبسايكلينج ده بياخد الإزازة زي ما هي ويحولها مثلا لمزهرية شيك. شايفين الفرق؟ المنتج الجديد قيمته وجودته أعلى من القديم. القصة كلها في الإبداع وإضافة قيمة جديدة. يعني بالبلدي كده، إنك تشوف كنز في حاجة الناس كلها شايفاها زبالة. الموضوع كله تغيير في النظرة. والحقيقة إن الموضوع ده مش مجرد إعادة استخدام وخلاص، لا، ده تغيير في طريقة التفكير نفسها. تعالوا نشوف إزاي. شوفوا الجمال في الجملة دي. الناس اللي بتعمل upcycling مش بيحبوا كلمة نفايات أو زبالة أصلاً، بيسموها أصل، يعني حاجة ليها قيمة. الكلمة دي لوحدها بتغير كل حاجة. بدل ما نسأل هنرمي ده إزاي، بنسأل نقدر نعمل بدائي. وهنا بقى بنشوف الإبداع على أصوله. يعني بنطلون جينز قديم ممكن يبقى سجادة، شوية مجلات ملهاش لازمة تبقى كرسي. متخيلين؟ حتى ورق الشوكولاتة والحلويات ممكن يتحول لشنطة يد. حاجات كانت هتترمي في الزبالة حرفياً اتحولت لحاجات ليها قيمة. تمام، كده الفكرة العامة وصلت. طب لو عايزين نتكلم عن الحاجات دي بالإنجليزي، نقولها إزاي؟ في كام كلمة كده حروف جر مهمين قوي عشان نوصف الموضوع صح. أول كلمة معانا هي under، ودي سهلة، معناها تحت. يعني ممكن نقول إن الفنان لقى قطعة خشب جميلة تحت كومة حاجات قديمة. under a pile of old stuff. نيجي بقى البلو، ودي بنستخدمها أكتر للمقارنة بين مستويين. يعني مثلا جودة المنتج الجديد ممكن تكون أقل بكتير من المنتج اللي اتعمل له upcycling. far below the upcycled one. طيب و underneath دي قريبة قوي من under، بس فيها تأكيد أكتر، كأنك بتكشف سر. يعني underneath all that dirt he found a beautiful piece of metal. تحت كل التراب ده لقى حتة معدن تحفة. وآخر واحدة في المجموعة دي هي beneath، برضو معناها تحت، بس ممكن نستخدمها بشكل أدبي أكتر، أو عشان نتكلم عن حاجات معنوية. طيب حلو قوي، تعالوا نكمل ونشوف إزاي نقول الحاجة دي مصنوعة من إيه، عشان في فرق مهم. ركزوا معايا هنا، الفرق بين made from و made of. بصوا، القاعدة سهلة جدا. لو المادة الأصلية لسه باينة قدام عينينا بنقول made of، زي الصندوق المعدن ده هو لسه معدن. لكن لو المادة اتغيرت خالص زي الخشب اللي بقى ورق، هنا بنقول made from، يعني الخشب ما بقاش خشب، اتحول تماماً. وفي تعبيرين كمان مهمين. made with دي غالباً بتيجي مع الأكل والشرب، يعني مع المكونات. لكن made out of دي بقى بتاعت الأبسايكلينج، بنستخدمها لما نكون عايزين نبين الإبداع والاختراع في تحويل حاجة لحاجة تانية خالص. زي لما نقول The chair is made out of old magazines، هنا في فكرة واختراع. تمام قوي، كده عرفنا الفكرة واللغة. تعالوا بقى نشوف الكلام ده بيستخدم إزاي في حوار حقيقي في الشارع. الحوار ده بيبدأ بمشكلة كبيرة كلنا عارفينها، التلوث. لما مصنع يرمي كيماويات في النهر، ما هو ده أصل المشكلة اللي بتخلينا محتاجين نفكر في حلول زي الأبسايكلينج من الأساس. وهنا بنشوف سلاح مهم قوي ضد التلوث: الفضيحة أو السمعة السيئة. مفيش شركة بتحب سمعتها تبقى وحشة، وده ممكن يضغط عليهم يغيروا طريقتهم. وطبعا السلاح الأقوى والأكثر رسمية هو القانون، لما الفعل نفسه يكون ضد القانون أو it's against the law. وبمناسبة القوانين، مش كل القوانين في الدنيا منطقية على فكرة. بصوا على الأمثلة الغريبة دي. يعني في أريزونا لو قطعت صبار معين ممكن تتسجن 25 سنة. حاجات غريبة بتخلينا نفكر في أهمية إن يكون عندنا قوانين حقيقية وجادة عشان نحمي البيئة بتاعتنا. وكل ده في الآخر بيرجعنا للسؤال الأولاني خالص:
إيه علاقتنا بالحاجات اللي في حياتنا؟ اللي بنشتريها ونستخدمها وبعدين نرميها. بعد ما شفنا إزاي ممكن الإبداع يحول حرفياً الزبالة لكنز، وشفنا خطورة التلوث والإسراف، لازم كلنا نسأل نفسنا السؤال ده: هل المجتمع اللي عايشين فيه هو مجتمع استهلاكي، مجتمع بتاع استخدم وارمي؟ والأهم، إيه اللي ممكن نعمله عشان نغير ده؟